مباشرة بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية ديال البوابة الوطنية الإلكترونية لتدوين الشكايات تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، اليوم كنوقعوا 4 ديال الاتفاقيات اللي كيندرجوا في نفس السياق ديال تحسين علاقات الإدارة بالمواطنين. الأمر يتعلق بجوج القطاعات، القطاع ديال الصحة العمومية والقطاع ديال التجهيز والنقل واللوجيستيك. كاين جوج ديال الاتفاقيات اللي كتندرج في إطار الاشتغال على بعض المواقع النموذجية لإرساء مفهوم جديد لفضاءات الاستقبال. حنا اشتغلنا على واحد الموقع نموذجي بالتنسيق مع وزارة الداخلية في واحد المقاطعة في يعقوب منصور، واليوم وقعنا جوج ديال الاتفاقيات، واحدة كتخص تحسين الاستقبال في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، وتحسين فضاء الاستقبال في المركز ديال تسجيل السيارات بالرباط. إذا كاين النقل وكاين الصحة. الخيط الناظم ما بين هذه الاتفاقيات كلها هو بطبيعة الحال المرتفق. الآن المرتفق في صلب اهتمامات الحكومة، وهذه الاتفاقيات اللي دارت مع الوظيفة العمومية الهدف منها أولا تحسين هذه الخدمات. هناك بعض التمويلات لهذه الخدمات وهي فيها شقان، شق مرتبط بوزارة الصحة. وزارة الصحة كلها بطبيعة الحال علاقة مباشرة مع المرتفق، وكذلك شق مرتبط بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في الشق كذلك اللي مرتبط بالمرتفقين خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللي فيها رخصة السياقة وفيها الورقة الرمادية إلى غير ذلك. فهذه كلها أمور بطبيعة الحال الهدف منها كما قلت وأنا نرفع من مستوى هذه الخدمات، وأن نكون بطبيعة الحال عند حسن ظن المواطنين، خاصة أننا الآن في عصر اللي هو عصر ديال الرقمنة اللي بطبيعة الحال تفرض علينا واحد المجموعة ديال التحديات. لماذا تم التركيز على الخدمات في المستشفيات؟ لسبب بسيط، هو أن المستشفيات تعرف بطبيعة الحال يعني حضور مستمر للمواطنين. دعونا نقول أنه في العموم وخا الخدمات الصحية في المستشفيات في بلادنا تطورت، لكن كذلك هناك بعض الشكايات اللي مرتبطة بالأساس بكثرة يعني الطلبات. وهاد الجوج ديال البرامج تتساهم الوزاره في التمويل ديالهم بالتعاون وثيق مع برنامج الامم المتحده الانمائي. ثم كاين جوج ديال الاتفاقيات الاخرى اللي كيندرجوا في اطار صندوق تحديث الاداره العموميه. هذا صندوق تتوضعه الوزاره رهن اشاره كافه القطاعات الاداريه في اطار الابتكار وفي اطار تطوير الاداره. اذا عندنا واحد البرنامج غادي ندعموه مع وزاره الصحه، ويتعلق بتحسين الاستقبال في المصلحة ديال العمل الطبي الاجتماعي في كافة المستشفيات. وهناك مشروع آخر ثاني مهم جدا، وهو تطوير نظام معلوماتي لتدبير الأدوية والمنتوجات الطبية. إذا كما كتلاحظوا كاين عمل دؤوب، كاين اتفاقيات، كاين واحد النوع ديال الالتقائية وتضافر الجهود من أجل بحال اللي تفضل السيد الوزير أنه المستهدف الأساسي هو تحسين الخدمات ديال المواطنين. وعندنا موقع نموذجي آخر يندرج في إطار هذه المنهجية الجديدة ديال تحسين الاستقبال، هو المركز أو هو القنصلية المملكة المغربية بمدينة الجزيرة الخضراء، نظرا للأهمية ديالها. وغادي نوقعوا هذه الاتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية باش نكونوا متوفرين على نماذج مرجعية قبل تعميمها على كافة فضاءات الاستقبال في المملكة.